مواجهة قوية تنتظر المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التنزاني. يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية القمة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره التنزاني اليوم الجمعة بملعب بنجامين مكابا في دار السلام ضمن ربع نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2024. مواجهة تأتي بعد مشوار مميز لكلا المنتخبين في دور المجموعات، ما يرفع من درجات الإثارة والندية. خاض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الأولى واحتل المركز الثاني بعد أداء متباين، فقد استهل مشواره بانتصار مهم على أنغولا بهدفين دون رد قبل أن يتعثر أمام كينيا بخسارة بهدف نظيف. غير أن الأسود المحليين عادوا بقوة في المواجهتين الآتيتين، حيث تفوقوا على زامبيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ثم أكدوا جاهزيتهم بانتصار مقنع على الكونغو الديمقراطية ب3 أهداف ل1 ليضمنوا بطاقة العبور إلى دور الربع. أما المنتخب التنزاني فقدم نفسه كأحد أقوى المرشحين بعد تصدر المجموعة الثانية، فقد افتتح البطولة بفوز مستحق على بوركينا فاسو بهدفين دون مقابل، ثم وصل عروضه القوية بانتصار ثمين على موريتانيا بهدف متأخر، وأضاف انتصارا ثالثا على مدغشقر ب2-1 قبل أن يكتفي بتعادل سلبي أمام إفريقيا الوسطى في الجولة الختامية ليعبر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة. وبهذا يدخل الفريقين لمواجهة بمعنوية مرتفعة ورغبة جامحة في مواصلة المشوار نحو اللقب، في مباراة تعد بالكثير من التنافس والإثارة. جدير بالذكر أن مباراة المنتخب الوطني المغربي المحلي ونظيره التنزاني ستنطلق غدا أو اليوم في الساعة 6 مساء على أرضية ملعب بنجامين مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام.